السلام عليكم خوتي، معكم الكابوس في فيديو جديد. اليوم حكايتنا تتكلم على الراقي اللي دخل لعالم الجن. صرات في تونس. تبع الفيديو مليح باش تعرف واش صرا. في واحد المنطقة في تونس يقولوا لها المحمدية، كان واحد الشيخ يسموه عبد الجليل البغدادي، راجل تعدين، إمام مسجد وحافظ كتاب القرآن وراقي شرعي ومتمكن. الراقي هذا ما كانش يخدم وحده، كان يخدم مع صاحبه اللي اسمه الشيخ الجريدي، وصاحبه هذا حتى هو إمام. وفي واحد النهار جاتهم امرأة مسكينة وأرملة، حالتها حالة، طلبت منهم يعاونوها. قالت لهم يا شيخ أنا داري ممسوسة والجنون باغيين يخرجونا منها بالسيف. الشيخ هنا قال نعاونوها، وراحوا معها لدارها، ودارها كانت قديمة وقادرة تطيح في أي لحظة، وهاد الدار جاية بعيدة ومعزولة. المرأة حكت لهم كيفاش وليدها الكبير مريض ومسوس من نهار اللي غاب عامين ورجع مهبول من بعد ما دخل في النفق اللي كان تحت الظهر. قالت لهم تاني باللي كانت هي والزوج نتاعها يشوفوا ويسمعوا العجب، يشوفوا خيال تاع عباد ولا يشوفوا عباد يمشوا قدامهم وما يعرفوهمش ويختفوا فجأة. قالت بلي الماكلة تانية لقاو فيها الشعر والذبان والصوالح حمر كي الدم. وليدها الصغير حكى للشيخ كيفاش شاف قط كحل مكسر ومهبول في دارهم، وزاد قال الشيخ انه كان راقد وحلم بواحد الراجل كبير ضربوه، وكي ضربوه ناض منشوع ولقى سنته مكسرة والدم يسيل. وقال لهم بلي سمع ضربة قوية على الباب، ومن بعد عرف بلي الصوت الجاي من باب خزانته اللي تفتحت وخرج منها واحد الكائن ضعيف وصلع يمشي كالحيوانات على أربعة وعينيه يبرقوا في الظلمة. الشيوخ بداهم يرقوا، من بعد بدات تصرى الأحداث. الضو طفى وحدو وسمعوا حوافر ورجلين يمشيو فوق السقف، والمستحيل هو كرجع الضو شافوا اثر حوافر ورجلين تاع مخلوقات مطبوعة في السقف، كشغل مخلوقات راهم يستهزئوا بيهم. الجنون ما حبسوش هنا، بالعكس كانوا يزيدوا في الوسواس. وفي واحد الليلة من الليالي الجن تلبس في الطفل الصغير وسمعوا ضحكة خبيثة جاية من تحت الارض. من بعد سمعوا صوت واحد يهضر ويقول لهم هذه ارضنا روحوا علينا. والجن بداهم يتمسخروا بالشيوخ. واحد من الجن هي بشكل هذيك المراه ودخل للطواليت. من بعد جات الام الحقيقيه. هنا الشيوخ عرفوا باللي الجن راه يتلاعب بهم. الشيخ البغدادي شاف باللي الرقيه ما جابت حتى فايده، قال باللي لازم حل اخر. طاح الليل ورقدوا كامل من التعب. الشيخ البغدادي والشيخ الجريدي حلموا نفس الحلم على هذاك النفق اللي غاب فيه وليد المراه. قرروا انه يدخلوه بعد صلاه الفجر. بعد ما صلوا الفجر دخلوا للنفق ومشاهم، والنفق كان ضيق والظلمة بزاف. كي خرجوا منه الصدمة كانت كبيرة، لقاو روحهم في صحراء كبيرة وكحلة والليل طايح عليها. حاولوا يرجعوا بصح الباب اللي دخلوا منه تغلق وكأنه ما كانش كاين خلاص. بقاو حاصلين. شافوا من بعيد قرية صغيرة شاعلة فيها النار. كي قربوا سمعوا صوت طبال وصغاريت والناس ترقص بلغة ماشي مفهومة. شافوا المخلوقات بصح اللي خوفهم ما كانش عندهم ظل، والرمل ما كانش عليه اثر رجليهم. كي وصلوا عندهم الشيخ البغدادي سمى بسم الله. فهديك اللحظة القرية كامل تبخرت وراحت. من بعد خرج عليهم واحد الراجل سمين وكبير راكب على جمل الكحل وداير تاج غريب، وكان باين عليه باللي واحد من ملوك الجن. قال لهم باللي الدار اللي راهم يرقوا فيها هي ملك للجن وماشي تاع بني ادم، وامرهم يرجعوا، حذرهم حذر كبير. ارجعوا دوك تلقوا المخرج نتاعكم، بصح ردوا بالكم بزاف، ما تدوروش راسكم وتشوفوا وراكم مهما سمعتوا. رجعوا للمكان اللي خرجوا منه ولقاو زوج مخلوقات وجوههم كي وجوه الكلاب وجسمهم جسم انسان يحفروا ليهم في الباب. كي دخل البغدادي يجري سمع صوت يناديه باسمه. الشيخ البغدادي شد في قلبه ما دارش، بصح الشيخ الجريدي المسكين ما قدرش يقاوم، غير سمع صوت يماه اللي كانت تنادي فيه بالوهم. دور راسه وفجأة سكت الصوت وما زادش بان. الجن خطفوه. خرج البغدادي وحده والباب تاع النفق تغلق كليا وكأنه ما كانش. البغدادي قال للمرأة بلي لازم تخرج من الدار. عاونوها ناس الخير وشراو لها دار جديدة. الدار القديمة بناو عليها جامع سموه الجامع الجريدي على خاطر الشيخ اللي راح. بصح القصة ما حبستش هنا. بعد أشهر الشيخ عبد الجليل البغدادي لقاوه ميت في داره، والصدمة هو أنه لقاو من ياكل غير من راسه وباقي جسد كان لاباس عليه. وهكذا كانت حكاية الشيخ عبد الجليل البغدادي اللي دخل عالم الجن وخرج منه بصحة وسلامة. بصح ما عرفناش واش صرالو في التالي. بصح اللي متأكدين منه الجن كاين، والتحصين بالقرآن والصلاة هو سلاحنا الوحيد. هذه كانت قصتنا اليوم. كان معكم الكابوس. ما تنساوش ديروا جام وابوني واستناوني في الحكاية الجاية، والسلام عليكم.